السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي اللي بيتابعوني على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح لكم آخر درس في الوحدة التانية. الدرس ده بيتكلم عن المشكلات البيئية في بلدنا. طبعا الوحدة دي فيها 5 دروس. احنا النهاردة الدرس بتاعنا الدرس الخامس، هو آخر درس في الوحدة. طبعا هنتكلم عن المشكلات اللي بتتعرض ليها البيئة، زي 3 مشاكل، زي تلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه، وهنتعرف على كل مشكلة أسبابها ونتائجها. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يضغط اشتراك ويفعل الجرس، ولو عجبه الدرس يضغط لايك علشان نكمل معاكم ويتابعوا معايا كل جديد. بالنسبة طبعا للوحدة التانية هتلاقوا في نهاية الوحدة في حاجة اسمها شخصيات مصرية زي جمال حمدان والسيد درويش. انا شرحتها في فيديو يعني خاص بالشخصيات دي، هسيب لكم برضو رابط الفيديو في صندوق الوصف علشان الطالب يعرف يعني ايه المفروض اللي احنا نذاكره في الشخصيات المصرية دي. وطبعا الشخصيات ده انا ذكرتها قبل كده في الوحدة الاولى. طب تعالوا معايا بقى نبدأ النهاردة درسنا الجديد، وهي المشكلات البيئية في بلدنا. وطبعا احنا قلنا عندنا 3 مشاكل، اللي هي تلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه. طبعا كل مشكلة نتعرف على أسبابها. أول مشكلة عندي هي تلوث الهواء. طب ايه أسباب تلوث الهواء؟ ايه اللي بيخلي عندي يحصل في تلوث في الهواء؟ عندي حاجتين، اما زيادة الدخان او حرق قش الارز. زيادة الدخان ده بيجي او ناتج عن عوادم السيارات او دخان المصانع، فعلشان كده بيحتوي على مواد كيميائية خطيرة، دي بتؤدي الى تلوث الهواء. وطبعا تلوث الهواء بيكون بسبب غاز ثاني اكسيد الكربون، الغاز ده بيكون ناتج من عوادم السيارات. طب عندي تاني حاجة، حرق قش الأرز. طبعا كلنا عارفين الأرز لما بيجي يزرعوه، بعد كده لما بيجي يحصدوا المحصول ده، القش بتاع الأرز بياخدوه ويحرقوه، ودي طبعا بيزود نسبة تلوث الهواء. وحرق قش الأرز ده موجود أكتر كمان في البيئة الزراعية، مش في البيئة الزراعية، كمان في المدن المجاورة، فبيسبب حاجة بتعرف اسمها السحابة السوداء بسبب الدخان الناتج عن حرق قش الأرز. دي بالنسبة لأسباب تلوث الهواء. طب ايه بقى النتائج المترتبة على تلوث الهواء؟ هيؤدي الى ايه؟ اصابة الافراد بكثير طبعا من الامراض، وخاصة في المدن الكبرى اللي بيبقى فيها ازدحام في السكان زي مدينة القاهرة. يبقى دي النتائج المترتبة على تلوث الهواء، واتكلمنا عن اسباب تلوث الهواء. دي اول مشكلة عندي. تاني مشكلة عندي وهي مشكلة تلوث التربة. هي التربة بيحصل لها تلوث؟ ايوه طبعا. التلوث ده بيكون ناتج عن حاجتين، إما استخدام الأسمدة الكيميائية أو استخدام المبيدات الحشرية. فطبعا هما بيستخدموا الأسمدة الكيميائية علشان يزودوا خصوبة التربة، فدي طبعا بتؤدي إلى تلوث التربة. طب استخدام المبيدات الحشرية بيستخدموها ليه؟ عشان قتل الآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية، فدي طبعا في النهاية بيؤدي إلى تلوث التربة. عشان كده المفروض إن احنا ما نستخدمش أسمدة كيميائية، المفروض نستخدم أسمدة عضوية. طب دي هيقلل طبعا من نسبة تلوث التربة. يبقى أنا دلوقتي تاني مشكلة اللي هي تلوث التربة، أسبابها نتيجة استخدام الأسمدة الكيميائية أو استخدام المبيدات الحشرية. يبقى أنا أخدت مشكلتين، مشكلة تلوث الهواء ومشكلة تلوث التربة. فاضل عندي مشكلة واحدة وهي مشكلة تلوث المياه، برضو هنتعرف على أسباب المشكلة. طب مشكلة تلوث المياه، المية بيحصل لها طبعا تلوث، اي حاجة احنا رميناها في المية هيحصل للمية دي تلوث. يبقى التلوث المية بيجي نتيجة القاء مياه الصرف الزراعي. طبعا الارض الزراعية لما احنا بنحط لها اسمدة كيميائية ومبيدات حشرية، فطبعا بيحصل صرف للاراضي الزراعية، ده مية الصرف الزراعي ده احنا بنروح نرميها فين؟ في المية، مياه مثلا نهر النيل، فطبعا دي بيلوث المياه. يبقى أول حاجة إلقاء مياه الصرف الزراعي الملوثة بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. طب تاني سبب من تلوث المياه إن إلقاء مياه الصرف الصحي، إن باخد مية الصرف الصحي وبرميها برضو في مية نهر النيل.
طب تالت سبب من أسباب تلوث المية إلقاء نفايات المصانع اللي هي المخلفات الناتجة عن المصانع، برميها برضو في مية نهر النيل. كل ده هيسبب لي تلوث المياه. يبقى احنا عرفنا ان تلوث المياه نتيجة 3 حاجات: إلقاء مياه الصرف الزراعي، إلقاء مياه الصرف الصحي، إلقاء نفايات المصانع. طب بالنسبة طبعا ايه اكتر بحر ملوث عندي في العالم؟ انا عندي في مصر طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط. البحر المتوسط هو اكثر البحار تلوثا في العالم، عشان الطالب يكون عارف المعلومة دي. بيجي يقول لك ايه اكتر بحر ملوث في العالم، هنقول البحر المتوسط. طب انا كده خلصت ال3 مشاكل اللي هي مشكلة تلوث الهواء والمياه والتربة. انا عايز اعرف ايه هي النتائج المترتبة على حدوث المشكلات البيئية. لما يحصل عندي المشاكل البيئية دي هتؤدي الى ايه؟ اول حاجة الإضرار بالموارد الطبيعية. يعني ايه الإضرار بالموارد الطبيعية؟ اللي احنا بنضر بالحاجات الطبيعية اللي خلقها ربنا، زي المية، الهواء، التربة، دي كلها موارد طبيعية. يبقى أول حاجة الإضرار بالموارد الطبيعية. تاني حاجة إنها بتهدد صحة الإنسان، بتأثر على صحة الإنسان. طب تالت حاجة مش صحة الإنسان بس، ده حياة الكائنات الحية زي النباتات والحيوانات. يبقى دي النتائج المترتبة على حدوث المشكلات البيئية: الإضرار بالموارد الطبيعية، تهديد صحة الإنسان، تهديد حياة الكائنات الحية على سطح الأرض. بكده خلصنا درسنا النهاردة، آخر درس في الوحدة الثانية اللي هو الدرس الخامس. درس سهل جدا وبسيط، أتمنى أن انتم تكونوا فهمتم الدرس. طبعا كده خلصنا شرح الوحدة الثانية كلها. طبعا هسيب لكم روابط الدرس أسفل الفيديو، وشكرا لكم.